في الأول ما كنتش بصلي الفجر قوي، ما كنتش بهتم جدا بالفرض دوت، علشان أنا كنت عاوزة أنام عشان أبقى مفوقة للمدرسة وأقعد أركز في الدروس وكلام من ده. بس أنا دلوقتي بقيت بصحى على ميعاد أذان الفجر لوحدي، وبقيت بتوضى وبصلي عادي لوحدي، بالذات في اليومين اللي فاتوا دولت. وده ساعدني جدا، بارك لي جدا في امتحاناتي. بقيت اقعد اذاكر ببقى فاهمه المكتوب قدامي ومش بتوتر ومش بقلق. كل ما انا اقعد اقرا كده بعد ما انا اصلي، كل ما انا ببقى اللي هو ريفريش اكتر ما فرق اتصلي. معاكي بقى في المذاكرة وانت خصوصا عندك امتحانات؟ اه، فرق معايا جدا. النهارده في امتحان الانجليش بتاعي انا متاكده من اني قفلت يا اما نقصت درجه واحده بس، يا ما اما ده يا شاء اما الله ده. تبارك الله. طول حياتي مش عارفة أحفظ. أنا كل مرة بمسك الكتاب بقعد ساعات بحاول أحفظ في جملة أو في بيتين شعر، مش بعرف. امبارح قعدت أذاكر بعد ما أنا صليت المغرب، وقلت لإخواتي يلا بينا نصلي المغرب، وكنت قاعدة ملتزمة بوضوئي علشان صلاة العشاء كانت شوية كده وهتقدم أصلا. وأنا قاعدة بقرا الله الكلام دوت، أنا أوريدي فاكراه وحافظاه لا وفاهماه كله. كده ما كنتش بنتظم خالص في الصلاة، ودايما كنت بكسل وبأخر الصلاة. بس بعد آخر درس بقيت محافظ على الصلاة، وأول ما بيأذن بقوم. أحيانا قبلها بكون مجهزة نفسي للصلاة. بقيت في المدرسة بصلي، قبل كده ما كنتش بصلي في المدرسة، بس بقيت بصلي كل الصلوات في المدرسة. ما شاء الله وبقيت تبارك الله. بشجع أصحابي على إن احنا نروح نصلي. بقيت بصلي في تأني أكتر. حسيت إن أنا في سعادة وبركة وتوفيق. أنا كنت في الأول عصبية شوية، وحسيت نفسي بقيت هادية. بقيت بلاقي بركة في الوقت. لما كنت بقعد بدون ما أصلي فجأة ألاقي عدى ساعة ساعتين بدون ما أذاكر أي حاجة. بعد ما احنا صلينا مع بعض صليت صلاة فجر، كنت متأنية قوي فيها، كنت فرحانة قوي. حتى قلت لماما ماما صليت فجر متأنية، وماما كانت فرحانة قوي بيا، وانا كنت فرحانة بنفسي عشان كانت اول مرة اصلي كده، يعني صلاة فعلا متأنية. كمان في مدرسة بخاف قوي ان احنا نتأخر، صلنا يعني ما مم. بتحبناش نتأخر خالص. والصبح بقى لخبطة بقى وجري بالظبط، كانت لخبطة خالص. اما صليت كل حاجة كده يعني كأنه ساحر، كل حاجة اتظبطت، وعملت الله. أكل صفر، كله اتظبط. هي دي البركة فجأة كده ان كل حاجة مشيت كده بمنتهى السلاسة. كنت الأول بصلي عشان خاطر ربي أهلي، وعشان مم. هو يعني بعديها واحدة واحدة ابتديت أفكر قبل ما أصلي. حطيت في نيتي إن أنا مش هعملها علشانهم، أنا كده كده بقوم من نومي من عز نومي تعبانة ومش قادرة، فالحاجات دي كلها طب ما آخد عليها حسنات. ابتديت أصليها بجدية، وإني أحط في نيتي إن أنا بصليها عشان أرضي ربنا. ابتديت أصلي منتظم، يعني أول ما الأذان يقدر أقوم أصلي. في الفترة دي حسيت إن أنا مثلا أهلي ابتدوا يعملوا لي الحاجات اللي أنا بحبها، مذاكرة سهلت جدا، كل حاجة بقت حلوة. وكمان الصلاة بتخلي الواحد حسن أخلاقه اوريدي كده. أنا جت عليا فترة كانت أخلاقي مش حلوة قوي بسبب أصدقائي وكده، بس بعد كده ما صليت بدأت إن هو بقى بيخاف من ربنا أكتر. ممكن برضو اللي بيبقى عاوز يذاكر مشدود جدا في مذاكرته وخايف لا ممكن برضو يعتبر الصلاة ديت حاجة عشان يريح بيها دماغه، بدل ما هو بقى يفضل متوتر ومضغوط ودماغه قادر يشغلها عدل وهو بيصلي، يريح كده وما يفكرش في المذاكرة كأنها جلسة استرخاء. برضه نفس احساس اللي هو انا مبسوطه ان انا صليت. الاحساس بتاع الصلاه ده أنا اللي هو ما حسيتوش بقالي كتير، فاللي هو زي ما قلت لحضرتك في الموبايل اللي فاتت، اللي هو احساس الصلاه وحشني، وان انا دايما بكسل اقوم كده، بس ما دام قمت خلاص انا قمت. اللي هو ماشي باجي على نفسي في حته ان انا اقوم بس من مكاني، قمت خلاص مش بكسل، مريح للاعصاب اصلا. عندك حق يعني في ان احنا لما نقرأ صفحة من القرآن بيبقى اليوم كله لطيف. ببقى حاسة ان انا نشيطة جدا، وما حسيتش النشاط ده قبل كده بجد. لقيت نفسي مبسوطة واليوم لطيف كده يعني، وانا عندي دراسة والمذاكرة كانت سهلة. عندك حق برضك. انا ساعه ما قريت الورد الصبح حسيت اليوم نشيط، وكان ورايا دروس كانت ورايا النهارده، وحسيت ان انا خلصتهم في ساعه واحده. بقيت بحاول التزم وقت الصلاة، ودي حاجة بتريحني يعني. بعد الحصة أو من بداية رمضان كده كنت بحاول أكتر إن أنا أحرص يعني أحافظ على الصلاة في وقتها. كنت في الأول كنت بحب أصلي يعني، كنت بقوم أصلي كده وخلاص. بس بقيت مثلا أحيانا وأنا بصلي لما بركز أوي في الصلاة أو بعد أقرأ بالتجويد بقيت بحس بمطر. الدعوات اللي بدعيها في صلاة الفجر دايما بتستجيب. فعلا يعني بقيت لما اجي اصلي احس بالايات، وبقيت بستريح في الصلاه، وببقى يعني فرحانه وكويسه. المذاكره فعلا حسيتها بتسهل اكتر بعد ما بقيت يعني بصلي كل فرض بوقت وكده يعني. احساس صغير خالص يعني، في حاجات كتير قوي اتغيرت. اول حاجه لما بصلي وانا بقرا السوره اللي هو فاهمه
حاجة حلوة اني اقرأ يعني وانا بقولها فاهم المعنى بتاعها، يا بتخيل ربنا برضو بيرد عليا، وكمان يعني بقيت اصلي بالراحة شوية. من بعد المرة اللي فاتت حسيت بالخشوع في الصلاة. مش هقدر انا اقول ان هو يعني على طول، بس اللي هو بقيت احس بيه اكتر كمان يعني من الاول. القرآن بقيت افهم المعاني، بقيت يعني اتعمق اكتر فيه وانا بقرا عشان احس ان انا بصلي فعلا، او بحس ان انا واقفه قدام ربنا بجد، اللي هو انا بدعيه في نفس الوقت انا بقرا قران. يعني حسيت ان في طبعا بركه يعني في المذاكره في الوقت، وحسيت ان في راحه عن كل مره. برضو حسيت انه يعني مش بس فرق في الصلاة، لا حسيت مثلا ان انا لما بقيت اصلي في الصلاة في مواعيدها بقى عندي حماس اكتر ان انا اقرا قران اكتر، ان انا اخلص الاجزاء المتاخره عليا، بقيت متحمسه اكتر.